لماذا تم دفن مارادونا بدون قلبه؟ بالرغم من صعوبة تصديق ذلك، فإنه بعد وفاته طلب الأطباء الإذن من عائلة لاعب كرة القدم السابق ومن الحكومة لاستخراج قلبه من أجل دراسته. الأمر الأكثر دهشة هو أن بعض مشجعي جماعات بارا برافا كانوا يريدون سرقة قلبه كغنيمة أو كأنه كأس نصر. ولتجنب أي محاولات مستقبلية لنبش قبره وأخذ قلبه، تم اتخاذ القرار الصعب بدفنه دونه. ولكن إحدى الأسباب الرئيسية لذلك كانت إجراء دراسات طبية للكشف عن سبب وفاته. هذه القصة حقيقية تماما، وقد أكدت ذلك عدة وسائل إعلام. قلب مارادونا كان يزن تقريبا ضعف قلب الشخص العادي، فقد كان وزنه 504 جرامات، بينما المعدل الطبيعي هو 300 جرام. هذا الأمر أثار فضول الأطباء، مما دفعهم إلى استخراجه لتحليله. وهكذا فإن قصة دفن مارادونا دون قلبه صحيحة، وتعود لأسباب طبية وأمنية في آن